من الشخصيات القليلة بالوطن العربي اللي عندها هاي المعلومات، فهنيئا لك ولأهل اليمن بهاي المعلومات. ترى تو ينتبه لك على راس انت واليمن واهل اليمن. الله يحفظكم. يقول انا كمبيوتر، صح؟ نعم. كمبيوتر الماني. اتحدى اي معلومه اي سؤال مني منك من اي الجن. متاكد 86 من كاس العالم حققه. 86 فازت الارجنتين على المانيا الغربيه 3-2. سجل الارجنتين فالدانو براون بورشاجا، وسجل المانيا رومانيجا فولر، والهداف كاس العالم كان قاري لينيكر من انجلترا، والملعب الازتيك. اما بالنسبه للحكم فكان البرازيلي ادبي. حتى الحكم تعرفه؟ حتى الحكم 82 الحكم 82 فازت ايطاليا 3-1 على المانيا الغربيه. سجل اهداف لايطاليا ترديلي توبيلي باولوريسي. اما المانيا سجل بول برايتنر من ركله جزاء، والحكم كان البرازيلي ارناندو كيليو. 90 من هداف البطوله. 90 هداف البطوله سكلاتشي. 98 جافر شكر من حقق البطوله. حقق البطوله 98 فرنسا 3-0. سجل 2 الاول الهدف الاول زيدان، الثاني زيدان، الثالث ايمانويل بوتي. هي التاريخية اللي راح يفوز على جوجل نفسها واكتشاف البطولة. هذا الحصان الأسود حق البطولة اللي هو أخوي من اليمن أحمد اليافعي. ونعم. مساء الخير. شكرا للاستاذ خالد الجاسم على هذه الاستضافه، ولقناه الدوري قناه الكاس التي استضافتنا. الف شكر لكم. الله يسلمك. أول شيء أنت عايش في قطر؟ لا، انا عايش في اليمن. في اليمن. نعم. ممتاز. وجاي حق البطولة؟ اتيت الى اشاهد كاس العالم لاول مره في تاريخي في قلب الحدث. وتذكرتك أي مباراة عندك؟ تذكرها مباراه الكاميرون وصربيا تاريخ 28 الساعه 1 بعد الظهر. إن شاء الله. في أي ملعب راح تكون؟ في ملعب الجنوب. ملعب الجنوب. نعم. ممتاز. صار لك كم يوم في الدوحة؟ صار لي حوالي 4 ايام. اليوم هذا اليوم الرابع. 4 أيام او 3 ايام ونص. أنت تدري أنك لك شعبية كبيرة الحين في قطر وفي سوق واقف تحديدا، ولا ما تدري؟ هذا بفضل قناة الكاس التاريخي الرائعة، زين. بفضل الإعلامي الكبير الأسطورة خالد الجاسم. الله يطول لي في عمرك. فضل الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس لك. الناس قاعد يتكلمون فيك اليوم. هذا من ذوقك، من ذوقكم. زين أحمد، أنت صلاح السعدي هو عمل معك مقابلة حقيقة، وهو اللي يعني عرفنا فيك بشكل كبير. يعني صلاح السعدي يعرف يختار، واختار واحد بصراحة مثلك يعني فنان. زين، احنا بنسألك عن كاس العالم. ممكن. وبنسوي معاك مسابقة، لو جاوبت عليها لك هدية رمزية. ممكن. ونتشرف ان نهديك اياها، ولكن فيها الوضع اللي احنا متفقين عليه. متفق يا اخوي احمد؟ عادي. حلو. زين، اول منتخب من الشجعة في كاس العالم؟ اجين سؤال. من راح تشجع مين في كاس العالم؟ انا مشجع الماكينات الالمانيه. نعم، من زمان. نعم، من عام 82. ويفوزون بكاس العالم هاي السنه ولا ما يفوزون؟ المانيا يعني يجب على الكل ان يعمل في عقله بانهم لا يكشفوا اوراقهم، حتى وان كان الفوز في هذه الليله مع المنتخب العماني بصعوبه، لكن الالمان لا تامن على الالمان. مع الالمان ممنوع الالمان، والالمان هم الان ملوك هذا الزمان. انت مع مايد الخليفي مع الالمان؟ نعم، الماكينات الالمانيه من عام 82. ايش تاريخ المانيا في كاس العالم؟ المنتخب الالماني بلغ المباراه، هو صاحب الارقام القياسيه، بلغ المباراه النهائيه 8 مرات، 4 مرات لغب و4 مرات وصيف، بينما بلغ المربع الذهبي 13 مره. اعتقد رقم قياسي. عام 54 بطل معجزه برن، 74 بطل في الاولمبياد ستاديون، عام 90 في الاولمبيكو بطل، عام 2014 في ملعب ماريو فيليو واللي في حي الماراكانا. من الحكم كان حكم النهائي؟ الحكم المباراه النهائيه كان الايطالي نيكولا ريتسولي. زين، واي سنه هذه قلت لي؟ عام 2014. اول سنه شاركوا فيها المانيا في كاس العالم اي سنه؟ اول مره شاركت المانيا لاول مره عام 1934، لان اول بطوله عام 30 لم تشارك المانيا. هناك فرق بين يعني شارك او يعني تاهل او شارك. اليوم شاركوا في 1934 اي مركز؟ اول مره 1934، وكان المركز الثالث هو
المركز اللي حصل مع مين لعبوا فازوا على مين في المباراة الثالث والرابع؟ على النمسا. كم 2-1. وش المنتخبات اللي شاركت في 34؟ يعني كان معنا المنتخب العربي المصري هو المشارك بالنسبه للمنتخبات العربيه، ويعني خارج من الدور الاول بهزيمه من المنتخب المجري 4-2. سجل المنتخب المصري عبد الرحمن فوزي، وهو اللاعب اللي سجل المنتخب المصري في التصفيات امام فلسطين 7-0. فبات اللاعب المصري عبد الرحمن فوزي هو اللاعب الوحيد في تاريخ نهائيات كاس العالم اللي سجل في التصفيات وفي النهائيات. من اللي فاز سنة 1990 في إيطاليا؟ في عام 1990 ألمانيا هزمت الأرجنتين 1-0. اندرياس كوبكي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، قال البعض بأنها كانت مشكوكة فيها. أي ملعب كان؟ ملعب الأولمبيكو. والحكم منو كان؟ الحكم انستو من ديز كوتسال من الأرجنتين. هو أصله أرجنتيني ولكنه مكسيكي، الجذور تنتمي إلى الأرجنتين لكن جده هو أرجنتيني صح وهو مكسيكي. زين 94 من اللي كان في النهائي؟ في عام 1994 فازت البرازيل 3-2 بركلات الترجيح بعد ان تعادل المنتخبان البرازيلي والايطالي 0-0، وفازت البرازيل 3-2 بركلة الترجيح بعد ان اضاع روبرتو باجيو من جانب المنتخب الايطالي. منو الحكم؟ الحكم ساندور بول من المجرة. الملعب اي ملعب ذكرني؟ الملعب روز بول امريكا. في امريكا. 2002 النهائي بين مين ومين؟ 2002 انتهت المباراة النهائية بين المنتخب البرازيلي والألماني، وفازت البرازيل 2-0. سجل الأهداف رونالدو ظاهرة. والحكم منو كان؟ الحكم عام 2002 كلنا بير لويجي، كلنا من إيطاليا. أنت ايش رايك إن أنا كنت أبي أضيع قلت كلنا من مخي بس كذا؟ ظهر صدق يعني كلنا؟ بير لويجي كلنا. كان الحكم والله؟ نعم كان الحكم الإيطالي بير لويجي كلنا. مخي طرفته. نشفق لك احنا لا خلاص انا ما خلصت. هاي جيب انا ما خلصت. بعدين ابو جمال مبارك اسال سؤال عن كاس العالم. ممكن. انا بسألك سؤال عن الالمان يعني. ممكن. افضل لاعب لبس رقم 4. افضل لاعب لبس رقم 4 هو الدبابه البشريه الالمانيه بريجل. برافو عليك. بريجل. ما شاء الله موسوعه خالد، يعني الاستفاده حتى حق المشاهدين. ليث تسال سؤال عن ايران كاس العالم اي شيء. النمر الايراني. في اي سنه تاهلت ايران لكاس العالم؟ اول كاس عالم. ايران اول مره شاركت في نهائيات كاس العالم. في النهائيات هناك فرق بين التصفيات والنهائيات. شاركت عام 78 لاول مره ولكنها خرجت من الدور. وين كانت؟ عام 1978 كانت في الارجنتين. اوكي. من اللي فاز البطوله في الارجنتين؟ فازت الارجنتين على هولندا على الارض المنخفضه نيذرلاندس 3-1 باسطورتها ماريو كيمبس. الملعب في وين؟ ملعب مونومنتال معقل ريفر بليت. الحكم من؟ اتحداك. الحكم الايطالي سيرجي اونيلا. تبارك. محمد كعبي تفضل. عن كاس العالم؟ اي. اخر مونديال كم ارتدى القميص سيرجيو راموس؟ عيد ما سمعت. سيرجيو راموس في اخر مونديال مع منتخب اسبانيا كم الرقم اللي ارتداه على قميصه؟ سيرجيو راموس لاعب المنتخب الاسباني. نعم. انت بدك الرقم؟ ايه. هو مدافع يلعب خط الدفاع. لا يعني اعطى سؤال تاريخي. تاريخي؟ 15. اخر مونديال لعبه رونالدو ظاهره. رونالدو اخر مونديال اللي لعبها في عام 2006 ولكن كانت البرازيل تراجع شيئا ما من عام 2006 لعب في مونديال 2006. زين احمد الرواس اسألوا عن كاس العالم. انت تقول لي تيشيرت فانيلا يا جماعه، انا ما اتذكر امس لابس تيشيرتي. واتسال من هداف كاس العالم عام 1970؟ عام 1970 كان النجم الالماني المدفعي الالماني جيرد مولر الذي رحل عنا قبل اشهر معدوده برصيد 10 اهداف. من اللي فاز البطوله؟ فازت البرازيل على المنتخب الايطالي 4-1. سجل المنتخب الايطالي بونينسينيا من ركله جزاء.
زين اشرف بن عياد. مونديال 98 اي مجموعه كان متواجد المنتخب المغربي مع من؟ كان المنتخب المغربي في عام 1978 مع المنتخب البرازيلي. 98 ها؟ 98 اكلمك. ايوه. البرازيل خلي البرازيل والمغرب والنرويج ايوه واسكتلندا، وفازت على اسكتلندا 3-0. رهيب رهيب ما شاء الله. كم كانت نتائج المنتخب المغربي؟ بالنسبه للمنتخب المغربي المباراه الاولى تعادلت مع النرويج 2-2. صحيح. والمباراه الثانيه انهزمت من السيليساو النجوم طيور الكناري 3-0. اما المباراه الاخيره فازت 3-0 على اسكتلندا. طيب انا عندي سؤال حقيقه. لا انا لا بالدور يونس، بس انا على اساس الجائزه. يونس يعرف كل شيء يعني الرجال. اسال العراق. كانك مدخلنا بمدرسه اختبارات. ب 86 مجموعه العراق منو كانت ب 86؟ 88 الاورجواي العراق. الاورجواي العراق شارب بيذكرني. الاورجواي العراق اعتقد بولندا. الذاكره خانتني شيئا ما بالمنتخب الرابع. هم تعادلوا مباراه ومباراتين خسروا، وسجل احمد راضي المكسيك 86. المكسيك ها والاورجواي والعراق. تمام هيك تمام. لا بلجيكا. هات السؤال الثاني. السؤال الثاني، منو اللي سجل للعراق بذيك البطوله ب 86؟ هو النجم احمد راضي، هو من سجل المنتخب العراقي. صحيح. الله يرحمه غفلوس كنا الله يرحمه. هو اللي راح مرض كورونا، هو وناظم شاكر رحمه الله ترشاه. الله يرحمه. اي سؤال كمل. عن الجزائر كاس العالم الاخيره. الجزائر اهلت الدور الثمن النهائي. صوت الجزائر اهلت الدور الثمن النهائي، فازت على كوريا كم؟ ما سمعت. الجزائر كم فازوا على كوريا في اخر مونديال؟ 4-2. من سجل؟ سجل سلام سليماني وسفيان فغولي. ما شاء الله. وسلام سليماني وسفيان فغولي. الله يرحمه. 4 كل لاعب سجل هدف. سلام سليماني سفيان فغولي جابوا سجلوا هدف. باقي 2 اريد ان اذكرهم. فيروز جابوا ابراهيم. جابوا عبد المنعم جابوا وياسين ابراهيم. ياسين ابراهيم. اسامه عليها ضغط من امس، عليها ضغط قوي. انت تحب الضغط. رسائل واتصالات يعني قاعدتني ضد السيتي قاعد تلعب. قاعدتني الرسائل والاتصالات مكثفه. انت في المجلس ها؟ حياك الله. اتصالات منين؟ صديقي، من سجل اهداف المنتخب المغربي ضد البرتغال في 86؟ شنو قال؟ من سجل اهداف المغرب ضد البرتغال؟ 86. كريمو. نعم. كريمو هدفين؟ لا. كريمو هدف واحد. بدر بولا. لا. والتيمومي. خيري هدفين. عبد الرزاق كريمو خيري مش عز الدين. خيري وكريمو. عبد الرزاق خيري هدف. وكريمو. نعم. زين تفضل ابو عبد الرحمن. انا اول شيء سعيد اني تصورت معك اليوم، بس السؤال عن مارادونا. كم بطولة كأس عالم شارك وكم هدف سجل؟ مارادونا شارك مونديال 82 86 90 94. كم هدف؟ سجل مارادونا عام 1986 5 أهداف. 86 آخر هدف مش هو سجله، صنع البورشيجا خورخي بورشيجا ضد ألمانيا الغربية. يعني عليك ما شاء الله. يعني عندما كانت متعادلة ألمانيا الغربية والأرجنتين 2-2، فصنع الهدف الثالث خورخي بورشيجا فذبحوا به الألمان. زين والله ونعم في اليمن واهل اليمن على عيني وعلى راسي. حياك الله. اي والله. هذا من ذوق. شي بجيك بعطيك سؤال.
هي اسمها الرحله، تعرفها؟ اي نعم. كم كوره في كاس العالم؟ يعني كورها كيف ما افتهم لي؟ هذه الكوره هذه اسمها الرحله صح؟ ايوه. الكوره اللي قبل تعرف اساميها؟ مش كلهم. وش تعرف؟ في عام 2000 يعني في ايوه كل هذه اسمها الرحله. اي هذه ايوه هذه المونديال لكن ايوه. ها؟ توقيع حقك ضروري. انا وش سالت؟ خالد جاسم ما يقاليش. لا ضروري. شنو انت المع من جبتهم الجانب الاعلامي العربي؟ اي براعي المجلس. اي راعي المجلس اللي يسلم. هذا بفضلك انت. وقعوا له من مارادونا اسمه ميسي. وهذه الكره بيلعبون فيها الابطال في كاس العالم. نفسه. صفقوا يا جماعه. خليك معنا. معكم. ولا تروح سوق واقف؟ حتى الصباح اروح قليل وارجع. اوكي ما عندك مشكله. هذا ما يقدر يمشي بسوق واقف. هذا من ذوقك. تعرف يونس محمود؟ يونس محمود هو من صنع امجاد العراق في كرة القدم. لولا يونس محمود لما اتت كاس اسيا 2007. فهو كان يعني السفاح. استانست؟ كيف؟ استانست. تو ينتبه لك. على راس انت واليمن واهل اليمن. الله يحفظك. هو من صنع امجاد العراق في كرة القدم. هذا يعرفها الغاسي والداني. السفاح هذا الجزار اللي لا يرحم الحراس. زين منتخب قطر في سنة 2019 فاز بكأس آسيا. فاز على مين ومين؟ هذا الكمبيوتر الياباني او محاربي الساموراي 3-1. صح. 3-2 عفوا. زين. في ملعب الامارات الامارات العربية المتحدة. صح. توقعاتك للسعودية في كأس العالم؟ السعودية أنا هي المباراة الأولى التي ستلعبها أمام الأرجنتين أو الأرجنتين، وتعني في لغتنا العربية الأرجنتين البلاد الفضية، يعني ما داعي يبقى لها وقت كثير علشان أشرح لكم لماذا سميت الأرجنتين ومن الذي أطلق عليها الأرجنتين. لا أنا بعرف الحين. أنت تتوقع من اللي سماها الأرجنتين؟ أطلقوا عليها الأسبان لأنهم عندما دخلوا الأرجنتين كانوا يشاهدوا الشعب اللي هم في الأرجنتين يلبسون ملابس فضية، والأرجنتين معناتها أصحاب الملابس الفضية. حلو والله. زين. كم ملعب في ملاعب كأس العالم في قطر؟ 8 ملاعب هي التي ستستضيف نهائيات كأس العالم. اللي هي؟ ملعب راس عبود اللي هو 974، وملعب الوسيل والثمامة استاد البيت استاد خليفة ثمانية ملاعب. انت مباراتك في وين؟ في ملعب انا المباراة اللي ادخلها هي في ملعب الجنوب. ملعب الجنوب، استاد الجنوب. أيوة. وعندك استاد المدينة التعليمية. استاد المدينة التعليمية واستاد احمد بن علي في الريان. أيوة. زين. وين ختام كأس العالم؟ ختام في وين؟ ملعب الوسيل. كم متفرج؟ 80,000 متفرج. تشابه هيك. زين. والافتتاح في وين؟ ملعب البيت. كم عدد الجماهير؟ حوالي 60,000. صحيح. ما شاء الله. قطر ومين في الافتتاح؟ قطر والاكوادور. من يفوز؟ قطر. ان شاء الله. قول ان شاء الله. ستفوز قطر، ستفوز ان شاء الله. لا قول ان شاء الله. ان شاء الله. زين. ان شاء الله. وقطر والسنغال؟ هذه انا اتوقع تعادل. قطر وهولندا؟ تعادل. عذرونا، قول لنا وعذرونا. 5 نقاط. ساعدك بعد قطر انا اتفائل فيها ان شاء الله. اشكرك. يكفي يا استاذ خالد. نتشرف فيك، نتشرف. خلاص ارحل. الله يحفظك. شكرا جزيلا. دعاء الله. شكرا جزيلا لقناة الكاس التي استضافتني في هذه الليلة طيبة بقيادة المع أساطيرها الأستاذ خالد ياسر. واحد يقول لي تشبه أنت اللاعب جوكوفيتش لاعب التنس، تشبهه. توفيق. شكرا لك. العافية. سلمنا على اليمن كلها. أخوتي أحبتي.
الله يبارك والنعم فيك. موفق يا غالي باذن الله. حياك اليافعي بني مازن. للامانه من الشخصيات والنعم باليافعي. من الشخصيات والنعم باليافعي. والنعم هذا ملوك حمير. الله يسلمك. انت من الشخصيات القليله بالوطن العربي اللي عندها هاي المعلومات، فهنيئا لك ولاهل اليمن بهاي المعلومات وإن همين. مع السلامه. شرفنا بك. سلام.